تقدم القوات الأمنية لتحرير مدينة الموصل. تكمل الحديث، عذرا لمقاطعتك، كان معنا الاتصال طبعا. نعم، في قبل الفاصل تكلمنا عن الدور اللي تقوم به اليوم العملية السياسية والكتل السياسية، هذا ينعكس انعكاس سلبي على العملية الأمنية. نؤجل جميع الملفات اليوم من أجل نينوى. نعم. نؤجل جميع الصراعات، نؤجل جميع حتى عمليات اللي تحصل في مثل ما حصلت اليوم عملية النجيفي اللي حصلت مع القضاء، هذه ممكن اليوم تخرج بهذا الوقت اليوم أجليها هواي اليوم. احنا نلاحظ انه على مجلس النواب والبرلمان بصورة عامة نقدر نقول انه اكو قوانين دا يشرعوها، ربما هي ليست في محلها، يعني نقدر نقول انه اكو امور ليس الوضع يسمح بأن تطرح هذه القوانين ويصوت عليها أو تؤجل. الوضع غير مناسب، احنا بوضع نحتاج الآن إلى الأمور اللي تهم الشارع العراقي، اللي تهم تقدم العمليات العسكرية، اللي تهم أكيد كل مواطن عراقي. يعني أنا ما أجي أقر قوانين هي ما تخص الوضع الراهن، ما لها علاقة بالوضع اللي احنا دا نعيشه حاليا. فازدواجية الجنسية، حظر المشروبات الكحولية، كثير من الأمور اللي أساسا مو وقتها حاليا. أختي العزيزة، النظام اليوم التشريعي عندنا هو في وادي والشعب العراقي في وادي. نعم. اليوم جسد بلا روح. زين اليوم يشرع لنا وقوانين شنو فائدتها للمواطن العراقي؟ من نعم. يشرع لي منع تداول الخمر واستيراده، يعني على سبيل المثال هذا اللي أصبح اليوم يعني له صوت كبير في التواصل الاجتماعي والضجة، واللي اليوم ونهني ونبارك، وعلى شنو تهني وتبارك يعني؟ وشنو سويت انجاز انت؟ نعم. ليش هو المشروبات الكحولية اليوم اجت والبارحة صار لها من تأسست الحكومة العراقية من الملك فيصل الأول 1921 ليومنا هذا ما صدر هيك قرار اليوم. يعني شنو يعني تريد وشنو تحد يعني؟ وشنو فائدته للمواطن العراقي اليوم؟ احنا نقدر نقول انه هو تقييد للحريات، يعني انا شنو تقييد علاقتي بالشخص؟ للحريات هو يعني هاي حريته الشخصيه. اخي انا اليوم تريد حريات. انت تروح للحسينيه روح صلي، تروح للجامع صلي، تريد تروح انت، هاي حريه شخصيه. نعم اكيد. ما له علاقه اليوم انت وتتفاخر لي اليوم انت ونبارك ونهني المرجعيه على هذا. على شنو الانتصار اليوم؟ مكان ما تصدر قانون تشريعي يفيد المواطن العراقي الفقير. اليوم عندنا فصائل بالشارع اليوم من المتسولين، من الارامل، من اليوم مكان ما تصدر لهم قانون تشريعي يحميهم، تصدر لي هذا قانون ما له، ويصدر لي قانون مال المواقع الاباحيه والخمر. اي قوانين، اي عقليه هذه اليوم؟ اعتقد هذول يعني في وادي اخر. وفي وادي اخر. يعني اليوم ما يشوفون يعني الشعب العراقي يعني ما لهم يعني اتصال مباشر ويا المواطن العراقي اليوم. لو كان لهم اتصال مباشر ما كانت هاي الامور تطرح في مجلس يعني البرلمان. ما صارت مثل ما يعني تصريحاتهم يعني والله مخجله ومضحكه. وما ننسى تصريح النستله وما تلتها والضجه الاعلاميه صارت كثير من التصريحات اللي يعني تحدث هؤلاء يعني هؤلاء يمثلون سدة التشريع بالمجلس النواب اليوم. مجلس النواب هو سلطة تشريعية فاشلة احترف بها العالم. يعني أسوأ سلطة تشريعية مرت على العراق اليوم هو السلطة التشريعية بالبرلمان العراقي. نعم. سرق أموال الشعب العراقي. اليوم شنو اللي سواه اليوم؟ تذهب إلى البطاقة التموينية، ماتت وشيعت البطاقة التموينية ودفنت بالنجف. تذهب إلى المستشفيات، لا أدوية، لا علاج، لا سرنجة ما موجودة اليوم. أنا من خلال استطلاع بالمستشفيات، مستشفيات خاوية أصلا. يعني مستشفى الأطفال بالإسكان 3 أطفال على سرير واحد. في أي مجتمع هذا اليوم؟ يعني وهذا يتفاخر اليوم مسوي لي قانون يحد من الخمر والتداول وهذه. أليس من المخجل اليوم؟ نعم. هذا والله شيء مخجل اليوم. يعني عذرا للمقاطعة، نعود بعد الاتصال. سيد محسن، معنا مراسل المدى منير الجبوري. أهلا بك منير. أهلا ومرحبا.
منير، بالتأكيد نحييك ونحيي كل مراسلينا وكل الإعلاميين اللي خطواتهم واضحة بمعركة تحرير الموصل مع القوات الأمنية، وبالتأكيد نقول إن شاء الله يا رب يحفظكم جميعا. منير، بداية أين وصلت القطاعات العسكرية وما هي الخطوات القادمة للقطاعات؟ نعم، طبعا اليوم وفي الساعة 6 تحديدا انطلقت قطاعات جهات مكافحة الإرهاب لتحرير القرى المحاذية لقرية بورسلة، خاصة أن هذه القرى لا زال فيها عناصر داعش. نعم. اليوم يعني جهات مكافحة الإرهاب حققت انتصارات كبيرة في بعض القرى وسط انكسار كبير لعناصر التنظيم الذين تركوا يعني بعض الأسلحة والذخائر وهل الى باتجاه القرى الاخرى. طبعا يعني الجهاز يعمل وفق خطط نوعيه يباغت بها العدو ويلتقي يعني من عده محاور. طبعا ايضا في الجانب الاخر هنالك كانت عمليات لقطاعات البشمركه باتجاه قرى دعشيقه وبعض القرى الاخرى. نعم. وطبعا هنالك تنسيق كبير ما بين القوات الامنيه المشاركه في معركه تحرير الموصل، وبالتالي هذه العمليات كلها تصب باتجاه الموصل تحديدا. طبعا للحديث اكثر عن هذه العمليه سينضم معي اللواء الركن سامي العارضي قائد العمليات الخاصه الثالثه في جهاز مكافحه الارهاب. نعم، اهلا بك سياده اللواء.